2024 2024 بدون فرقة بي تي اس شي حاجة اللي هي ما زويناش. سواء الفانزات ديالها، فانزات ديال المجموعة أو لا الصناعة ديال الكيبوب. 2024 ما غاديش نشوفوا فرقة بي تي اس، وغادي يكون واحد الفراغ كبير في الصناعة ديال الكيبوب. كما تعرفوا أن فرقة بي تي اس عندها واحد الجماهيرية كبيرة وعندها واحد التأثير كبير في كوريا، ماشي غير في الصناعة الترفيهية، في كوريا بصفة عامة. فرقة بي تي اس ساهمت كبير في إنعاش الاقتصاد الكوري. بحال قلتي كيستغلوا فرقة بي تي اس المسائل الترويجية ديالهم، يعني مثال السياحة، المواد، يعني مواد الصناعية، يعني التجميلية إلى آخره. بزاف ديال الناس مشاو لكوريا غير على حساب بي تي اس، يعني تأثير كبير ديال بي تي اس خلات أن السياحة ديال كوريا تزداد. وهذا يعني كنعرفوا أن بزاف ديال الناس واخا ماشي متابعين الكيبوب ولكن تعرفوا فرقة بي تي اس، تعرفوا فرقة بي تي اس وما تعرفوش السمية ديال رئيس ديال كوريا، هذا هو اللي سميتو. ف 2024 بدون فرقة بي تي اس، الا ان يعني في شهر 6 أو 7 غادي يرجع جين من الخدمة العسكرية، غتنتهي الخدمة العسكرية ديالو اللي استمرت العام ونصف، في حين ان الاعضاء الاخرين غادي يلتحقوا بالخدمة العسكرية غادي يكونوا التحقوا بالخدمة العسكرية في 2024. يعني غادي الفانزات ديال بي تي اس غادي ينتظروا بزاف. كاينين فرق اخرين يقدروا انهم يتابعوها، يعني نيو جينز اللي كتنسمي الوكاله ديال هايب والوكاله ديال قلت واش ديول ولا شنو هي. المهم كاينين فرق مزيانين اللي يقدروا يتابعوها، ولكن يعني انا كنظن باللي فرقه ديال بي تي اس خلات واحد المحتوى موراها، يعني استعدوا اتم الاستعداد وريكورداو بزاف ديال التسجيلات والبرامج اللي غادي يخليوها الفانزات ديالهم في الفتره ديال الغياب ديالهم. يعني ما غاديش يحس الفانزات ديال البي تي اس بواحد الغياب كبير، بحكم ان اعضاء فرقه بي تي اس خلاو بزاف ديال المحتوى باش الارمي ما يحس بالملل. وهذا هو اللي تيبان لي، انا تيبان لي ان فرقه بي تي اس غادي تاثر بزاف على كوريا وعلى الكيبوب. الغياب ديالهم ماشي سهل. انا كنشوفوا ان وكاله هايب منين غابت بي تي اس وقع بزاف ديال الهبوط ديال الاسهم ديال الوكاله. نيو جينز تداركات واحد شويه ديال الوضع، ولكن البوا ديال بي تي اس باقي كاين، باقي حاضر، الغياب ديالهم مؤثر. ولكن كنظن باللي في 2025 غادي يكون العوده ديالهم قويه بزاف، وغادي يرتفعوا الاسهم اكثر من 2020 واكثر من 2021.